السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من تراويح. بيشاركنا النهاردة فضيلة الشيخ إبراهيم محمد أبو طبيخ، إمام وخطيب مسجد الرحمة بهذا بالقناطر الخيرية، وكمان صاحب مكتب تحفيظ القرآن الكريم بالأزهر الشريف عن والديه. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. أهلا بكم وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير. في تساؤلات عديدة يا فندم من قبل المشاهدين بتخص هذه الأيام المباركة والنفحات المباركة اللي احنا بنشهدها في الوقت الحالي. اول حاجه عاوز اخد كلمه من حضرتك بمناسبه النهارده لسه في رمضان، ولسه غدا متمم شهر رمضان، ويوم الاثنين باذن الله تعالى اول يوم من ايام عيد الفطر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. إن هذه الأيام المباركة العشر إن الله سبحانه وتعالى جعل فيها ليلة خير من 1000 شهر، وخصها بليلة القدر، وقال فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فإن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي الليالي الوترية. فجاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأن هذه الليلة المباركة هي خير من 1000 شهر، كما سئل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: إذا صادفتنا هذه الليلة فماذا نقول فيها يا رسول الله؟ قال لها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إذا صادفتك هذه الليلة فقولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هذا هو دعاء قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة عندما تلتمس هذه الليلة المباركة. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال في هذه الليالي المباركة: إنها أيام كلها خير،